السلام عليكم اخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم مزيانه. اليوم بغيت نشارك معكم الوصفه ديال الرجله او لي زيبينار. كيف ما كتعرفوا هي غنيه بالفيتامينات وبالحديد، وكتصلح انها تكون مرافق للاكلات ديالنا. بالنسبه لهاد الوصفه غادي نحتاجو آه كيف ما كيبان لكم في لا فيديو، البصله مشلضه، مطيشه وحده مشلضه، 8 ديال الفصوص ديال الثومه تا هما مقطعين، والهريسه، معلقه ولا نص معلقه على حسب الذوق ديالكم، و والربيع تا هو مقطع، كنت دايره في الفريكو هنايا، ومعلقه ديال الملحه صغيره، ومعلقه صغيره ديال الكمون، ونص كاس ديال الزيت بلديه، و لي زيبينار كيف ما كتعرفوها. هنايا لي زيبينار ولا الرجله، هنايا جوج قبطات مقطعين، كتجيبيهم كتغسليهم وتقطعيهم على هذا الشكل كيف ما كيبان لكم في الصوره. والان كنخلطوا المقادير اللي سبق لي ذكرت كلهم، كتخلطوا في كلشي، كتخلطي دقه وحده وكتسدي عليها في الكوكوت او طنجره الضغط، كتخليها حتى كطيب مزيان، حتى ما كتزيدي عليها لا ما لا والو. هي كتخليها كتشرب، كتطلق الماء ديالها وكتشربو من بعد. ثقوا بيا راه كتجي واعره بزاف، يعني مجرد انك كتسدي عليها راه كطيب بالزربه، على حسب بطبيعه الحال الجاد ديال البوطه كنتي زايده عليها راه غادي طيب بالزربه، ناقصه راه تاخذ لك شويه الوقت، ولكن على العموم راه كتجي غزاله. وكنتمنى انكم تجربوها وجاوبوني في لي كومونتير كيفاش جاتكم ولا عجبكم الفيديو. ما تنساوش تضغطوا لايك وشجعونا بالاشتراك ديالكم. مرحبا بكم.